سي نيوز ليست القناة التي يعتد بها مع الأسف الشديد. فرنسا التي كان يضرب بها المثل في المصداقية وحرية التعبير وما إلى ذلك، لابوبيل ديريكت ماشي هي القناة اللي نعتد بها. المهم ما يهمناش، هذاك موضوع آخر. محمد دحو تحياتي ليك، ربي يبارك فيك. وعليكم السلام أوارام البهجة، تحياتي ليك، ربي يبارك فيك. كل من التحق بنا تحياتنا ليه وربي يبارك فيه، ونتمنى له تمضية أمسية ممتعة برفقتنا إن شاء الله. حمزة ربي يبارك فيك خويا العزيز، تحياتنا ليك وتحياتنا لجميع الإخوة والأخوات وكل من التحق بنا. وعليكم السلام فرصة ألجيريا كابران، شكرا على البارطاج. يلا شباب، الزول ياسين سيدو تحياتي لك، سلام من باتنا تحياتي ليك ونسباتنا. كبسو العزاز ربي يحفظك خويا عامر، تحياتي ليك. شوف الإخوة الكرام، اليوم ارتأيت أن أقوم بالحديث أو عمل هذا الموضوع. علاش؟ لأنه بكل بساطة راني شفت واحد الكمية تاع بكائيات، سواء بطريقة متعمدة أو عن جهل، ولكن ماشي مشكلة، حنا راح نجاوبوا على هذا الكوتي وعلى هذا الكوتي، ما عندناش كاع مشكلة. وعليكم السلام مرضى سمير أورون، تحياتي ليك. وعليكم السلام السياج، تحياتي ليك. إطوال دور، تحياتي ليك، ربي يبارك فيك. خويا بحري بنويس، تحياتي ليك. وناس وهران البهجة، تحياتي لك. عمي خالد فندي، ربي يبارك فيك. تفكر كيش عمي خالد، تفكر. الإخوة والأخوات من المحبين والعشاق تاع الأخ بوسماحة والمتابعين ليه، الأخ يونس بوسماحة راهم سينيالي لمدة 3 أيام، وراه فاتح حاليا الآن بث على اليوتيوب لكل من أراد الالتحاق بخونا يونس، راه موجود على اليوتيوب. يزيد تحياتي لك، ربي يبارك فيك خويا العزيز. ريكورد بوسماحة، تحياتي لك. العزيز الغالي مرحبا بك. وعليكم السلام ارتيزون مالك، تحياتي لك، ربي يبارك فيك إن شاء الله، مرحبا بك. مرحبا بالأخ ارتيزون مالك العزيز الغالي. بريداتور، تحياتي لك خويا العزيز. لمتبادل خويا، ربي يبارك فيك، تحياتي لك، ربي يبارك فيك. القناص، تحياتي لك. بحري، شكرا جزيلا، ربي يبارك فيك إن شاء الله. مالك، تحياتي لك، تحياتي لك. جلال، تحياتي لك. مالك، تحياتي لك، مرحبا. جلال، تحياتي لك. مالك، تحياتي لك، مرحبا. مولودية، تحياتي لك خويا العزيز، مرحبا بك. خاطيكم تسمعوا فيها الصوت الصوت والصورة واضحين؟ هل الصوت والصورة واضحين؟ هل الصوت والصورة واضحين؟ مالك، ربي يبارك فيك، تحياتي ليك. نسمعوا 5/5. يزيد، تحياتي ليك. قناص، تحياتي ليك. 32، ربي يبارك فيك. سلام نادية، وعليكم السلام، تحياتنا ليك. القناص، ربي يبارك فيك. 10/10. المهم، ما تنسوا نعطونا حملة تاع تحكبيس، بارك الله فيكم، وندخلوا في الموضوع. اليوم الإخوة الكرام، وأنا أتجول في مواقع التواصل الاجتماعي وأتصفح بعض الصفحات الإلكترونية، كاينة واحد الحملة يراد بها الإيهام العياشي المتواجد في مملكة مراكش. هذه الحملة راهم باغين بها أنه العياشي يبينوه باللي أنه الحل الوحيد أو أن الطوق النجاة الوحيد يوجد عند الملك، وهاوليك العرب والمسلمين جاو ضدك في القضية تاع سبتة. حنايا وكنا حنا من بكري كنا نحاربوا وحدنا، وحرب وادي المخازن حنا حاربنا والعثمانيين جاو ضدنا، وشوفوها من المسلمين. هذه أخلاق المسلمين، يقومون بالوقوف إلى جانب المسيحيين اللي هم الإسبان، وعدم الاعتراف بأن سبتة هي أراضي محتلة وما إلى ذلك، وبعض البكائيات التي يراد بها الضغط على خاصة على الجماعة التي تناهض التطبيع في الداخل المراكشي. كل هذه المناورات من أجل إقناع مناهضي التطبيع في الداخل المراكشي على أنه لا القضية الفلسطينية مهمة، ولا الحضن العربي مهم، ولا الحضن الإسلامي مهم. وطبعا أنا راني نتكلم على الجوقة المطبلة لعلاقة تطبيع علاقة مملكة مراكش مع إسرائيل. تحية جماعة، تحية إسرائيل. وعليكم السلام، تحية لكل من التحق بنا. خرجوا وكامل تبنوا سيناريو واحد. شوفوا، هاهم الجزائريين، هاهم العراقيين، هاهم السواعدة، هاهم الليبيين، هاهم التوانسة، هاهم كذا كامل جاو ضدنا،
وتبناو خطاب واحد على أنه سبتة أو ما وقع في سبتة يعتبر مؤامرة ضد إسبانيا، لأن إسبانيا وقفت مع الحق، ألا وهي وقفت مع القضية الفلسطينية. بادئا ببدء يا أيها الأفاكين، يا أيها المدلسون، يا المنافقين، باذن الله حنا رانا حنبقاو لهنا باذن الله انه نعروا الدعايه تاعكم ونشلحوا لكم البنطلون في اي فرصه تسنح لذلك. سبت قبل كازا. بارك الله فيك خويا ارتيزون. السؤال المطروح: ما الذي دعا؟ باسكو نتوما اي حاجه تجيبوها من باب انه حنا حاسديننا، وهذه الحاجه اللي خلاتكم انكم تبقاو في مؤخره الركب والجميع ينبذكم والجميع ينظر اليكم بنظره دونيه. كلمه زوج: حنا حاسديننا، حنا كيغيروا منا، احنا متبوعين، احنا مانيش عارف واش. يا المنافقين، ما هو الشيء؟ السؤال طرح لي على نفسك سؤال: ما هو السبب الذي جعل أو ترك الجميع يتحد على كلمة رجل واحد؟ وشنو هو السبب؟ راجع نفسك، وشنو هي الحاجة اللي خلاتك أنك الجميع اليوم؟ وحقيقة أنا كي نقول جميع خوتي أنا مانيش مصدق. مرا تحياتي لك. تدخل تويتر، الجماعة اللي ما عندهمش تويتر راكم راضيين، الإخوة اللي ما عندهمش تويتر راك مراضي أخي الكريم. تدخل تويتر، كمية انتقادات وكمية نبذ للمروكي من قبل جماعة تويتر والعالم للمروكي غير مسبوقة. جامي تخيلت أنه يجي نهار وين المروكي يولي منبوذ بهذه الطريقة غريبة وغريبة جدا. تخيل حتى أنه رئيس هيئة العلماء المسلمين وتدخل في الأمر. مسلمين، غير مسلمين، مسيح، كفار، هندوس، علمانيين، لائكيين، لا دينيين، كلهم اتفقوا على كلمة رجل واحد، على أنه ما قامت به سلطات مملكة مراكش أو ما جرى في سبتة هو بتدبير مدبر، ومن قام بخيوط أو بخياطة هذه الخيوط هو الكيان، وأمريكا بتنفيذ البلد الوظيفي هي مملكة مراكش. صلوا على رسول الله عليه الصلاة وأفضل تسليم. المروكي اللي قال لك يوم 7 أوت ديكتاتور. بالمناسبة خوتنا راهم دايرين دوكا، خليت دوكا لايف تاع جان زاد راهم دوكا عاملين لايف على الديسكورد، وراهم ناقلينه على التيك توك. حاليا يناقشون في الخرجة اللي راح تكون 8 أوت و 9 أوت. الخرجة اللي راح تكون 8 أوت و 9 أوت. جان زاد اللي راهم حيخرجوا مانيش عارف. المهم اون توليكا ثم كاين لكل حادث حديث. المهم اجابتي ناديه لكسيل. انا ما تسبينيش الاخت ناديه، انا ما عندك ما ديري بيا. انا يا روح شوفي مع ولد بلادك وشوفي الملك المفترس تاعك اللي خلى السمعه تاعك تصل الى الحضيض. احنا خاطئين كجزائريين او كاي جنسيه عربيه، احنا خاطئين، احنا نعلقوا على واش صرا. المهم المراكشي اللي راك تحب تدخل للجماعه المناهضه للتطبيع باللي انه العرب ابوندوناو المروك وخلاوها وحدها، العرب ما كان ما دخلهم، والمسلمين ما كان ما دخلهم، والعالم ما كان ما دخلوا. اللي خلاك تكون منبوذ هو نتايا، اللي خلاك تكون منبوذ هو سياسه الملك تاعك. اليوم اتضح بما لا يدعو مجال للشك على انه ما نفعش انه المخزن كي كان يجيب لك في الجنسيات العربيه من هنا ومن هناك ويقنعك باللي انت دوله امه ودوله ضاربه في التاريخ ودوله مسانده للقضيه الفلسطينيه من خلال الخروج الى الشارع بمسيره مليونيه، هذه كله كذب في كذب، ومفعول التخدير ذهب. والعالم ليس بعشرة في عقل كيما نتايا، العالم عنده مخ يفكر به. بمعنى اخر الدعايه تاعك ما نجحتش. شفت واحد البوست خاوتنا، واحد البوست قال لك يلوم على نفسه ويلوم على المملكه المراكشيه. قال لهم لماذا لا نملك آلة دعائيه، او لماذا لا نملك وسائل اعلاميه تدافع على المغرب من ما يحدث حاليا. تلقينا هزائم او هزيمه مبرحه وسمعتنا وصلت الى الحضيض. عزيزي المراكشي، حتى ولو كانت لديك ترسانة إعلامية أمريكية، عندك CNN، شوف عندك CNN الأمريكية، وعندك BBC البريطانية،
وعندك الجزيرة القطرية وعندك العربية السعودية، هذو كامل تملكهم انت وما تقدرش انك تبيض الصورة تاعك. علاش؟ لانه لغة الواقع هي اللي حتمت عليك انك تكون في هذا المرتبة او في في هذا المكان. الواقع ماشي ادعاءات ولا اكاذيب، الواقع السمرقاتي تحية ليك هو اللي خلاك انك تكون في هذه المرتبة او في هذا المكان اللي الناس كامل ولا تنعتك وتشوف لك بنظرة دونية. وسقسيني قول لي اعطيني الدليل نجاوبك، قول لي اعطيني الدليل نجاوبك. سؤال الاخوة الكرام، من هو الملك او من هو البلد الذي قام بشراء قمر اصطناعي للتجسس بمبلغ مليار دولار من قبل شركة صهيونية كانت على حافة الإفلاس وأنقذها ذلك البلد من الإفلاس؟ اكتبوا لنا اسم البلد في التعاليق بارك الله فيكم. هذه الأولى، السؤال الأول. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. شوف المروكي كي تجاوب على ذو الأسئلة تعرف علاش أنت حاليا العالم كامل راهو جايبها من موراك، ماشي هو جايبها من موراك باسكو يكرهك ولا يغير منك. انت ما عندك حتى حاجه اللي يغيروا منها الناس، وما عندك حتى حاجه اللي تخليك محط كراهيه ولا حقد ولا يتبعوك ولا ما عندك والو. انت دوله من دول العالم الستين، ما عندك والو. صح، هذه الاولى. القمر الاصطناعي صح. من هي الدوله العربيه؟ باسكو يعبك شا كانوا يقولوا، قال لك باللي علاش ينتقدوا تطبيع المغرب. اهلا وسهلا، كيف حالك يا فتى؟ تحياتي ليك، تحياتي، كيف حالك؟ ما هو السبب عزلة المراكشيين اليوم؟ عزلة والله موضوع. شوف درك ندعم خويا بفيديو نرسلوك في الخاص. القناة الرسمية تاع الصين، راك تسمع فيا؟ الصين انا كي لقيت الصين دايره تتكلم على المروك خويا راسي يحبس. كوريا، حتى كوريا الجنوبيه تكلمت على المغرب خويا الماء. درك ندعمك بواحد التقارير شباب مزيان خويا. العالم الكل يهضر على الحجر هذيك مدار. المهم كاش ما خاصك وكاين الحجر راني برا اتصل. خوتي كامل نروحوا عند مدار راح نلتحق بكم ذم. اروح هاي يلا اروح. ناصيرة قالت لك وانت من رتبة العالم 100. الأخت ناصيرة أنا الحمد لله أنا متفوق عليك في التعليم ومتفوق عليك في الصحة الحمد لله، وعندي التعليم إجباري ونسبة الأمية يعني رانا قريب نقضوا عليها بحكم أنه الناس حتى أنه جدودنا وآبائنا اللي كانوا في مرحلة الاستعمار اللي متلقاوش التعليم راهم مؤخرا رانا حنقدروا هم الوحيدين اللي بتبقى وتبقت شريحة قليلة اللي راه إن شاء الله راح تولي نسبة الأمية صفر. باركونتر نتوما 30%، ماشي بحكم الاستعمار وإنما بحكم الواقع، نسبة الأمية بحكم الواقع. أوكي، لذلك أنا كي نتكلم أنا ما نتكلمش من باب أنه العيب فيا ونسب جاري، نو، أنا نتكلم بأمور ملموسة. نعاود نرجع للموضوع تاعي. المروكي اللي راك متواجد عندي لهنا في اللايف ولا اللي راك حتشوفني في اليوتيوب واللي راك تتقمص دور الضحية، علاش يغيروا منا؟ علاش يكرهونا؟ واش درنا للمسلمين؟ واش درنا للعرب باش يجوا مع إسبانيا ويجوا ضدنا؟ هذا جوابي ليك. السؤال الأول، من هي الدولة التي قامت بشراء قمر اصطناعي من الكيان وأنقذت الشركة الصهيونية من الإفلاس؟ من هي الدولة العربية التي قامت بالسماح للسفن الحربية بالرسوب في سفنها؟ من هي الدولة العربية الوحيدة التي استقبلت لواء جولاني؟ من هي الدولة العربية الوحيدة التي قامت بإبرام صفقات عسكرية مع الكيان؟ من هي الدولة العربية الوحيدة التي استقبلت مناورات للكيان في عز الأزمة؟ من هي الدولة العربية الوحيدة التي تدربت مع جيش الكيان على حرب الأنفاق؟ من هي الدولة العربية الوحيدة التي تقوم بإبرام اتفاقيات استخباراتية مع الكيان؟ واش راكم باغيين نزيدو لكم؟ واش راكم باغيين نزيدو لكم؟ أنا نتحداك، أتحدى جونيور العزيز الغالي تحياتي لك، أتحدى أي مروكي، أنا راني متواجد لهنايا، أتحدى أي مروكي سواء كان مواطن عادي، دكتور علامة شيخ سياسي مهما كان، أنه يناقشني في هذا الموضوع. إذا مش لحقتكش البنطلون ما نخليلكمش المساحة. ديزيت باور تحياتي لك، ما نخليلكش المساحة اليوم أنك تتقمص دور الضحية. لا
العيب راهو فيك. اليوم العالم كي وقف مع إسبانيا، لأن إسبانيا بيدرو سانشيز قام بتوضيح ذلك على أرض الواقع، قام برفض الانخراط في العدوان ضد غزة في أرض الواقع من خلال عدم السماح للسفن الحربية الإسرائيلية بالرسوف في موانئ إسبانيا. وشكون استقبل هذه السفن؟ المملكة الشريفة. بيدرو سانشيز أثبت على مواقفه وعلى مبادئه في الواقع من خلال عدم السماح للطائرات الأمريكية بالهبوط في المطارات الإسبانية التي كانت سوف تشارك ضد إيران. بيدرو سانشيز قام بإثبات ذلك في الواقع ليس في المواقع وليس عبر الشعارات. احنا هم البلد اللي كينزلوا الى الشوارع بمسيره مليونيه. وشنو هي الفائده تاع المسيرات المليونيه؟ كل ما تنزلوا الى الشارع بمسيرات الا ونسمعوا بفضيحه. تنزلوا اليوم بمسيرات نسمعوا باللي غد من ذاك جا ماكرون وقام بالاشاده بمملكه مراكش بسبب علاقتها مع اسرائيل، وقال بلي انه المروك ديالنا وانه كان مساعدنا في الحرب. تنزلوا مسيرات غد من ذاك نسمعوا بلي انه سفينه حربيه نزلت في مطار طنجه. تنزلوا مسيرات غد من ذاك نسمعوا بلي قمتم بصفقه عسكريه مع الكيان. تنزلوا بمسيره غد من ذاك نسمعوا بلي انه لواء جولاني في مملكه مراكش. وشنو هي الفائده؟ ما هي الفائده؟ وشنو هي الفائده اليوم كي راك تتقمص دور الضحيه؟ كان انكم اليوم تصالحوا نفوسكم وتريحوا مع نفوسكم. وقال يا ودي احنا وصلنا الى مرحله او مرتبه الحضيض. اليوم القاسي والداني راهو يسب فيكم قسما بالله الاخوه الكرام وبدون مزايده. الإخوة في الدول الإفريقية التي تعاني من حروب أهلية والتي تعاني من الفقر والجوع تسخر من مملكة مراكش، تسخر من رعايا مملكة مراكش. قالوا لهم حتى احنا المعروفين واللي مركبين تيكي باللي حنايا الأفارقة همج وماناش مربيين وعندنا المشاكل في بلداننا، ما درناش الشيء اللي درتوه نتوما. علاش وكيفاش؟ ببساطة أخي الكريم لأنه فمك جابها لك. شوف، نتكلموا على المستوى الشعبي ونتكلموا على المستوى الرسمي. نتكلموا على المستوى الرسمي اللي هو الملك وحاشيته، ونتكلموا على المستوى الشعبي. دوكا أنا كنت نتكلم على الشيء اللي دارته مملكة مراكش كمستوى رسمي. دوكا ننتقل إلى المستوى الشعبي. السؤال مطروح، من هو الشعب الوحيد في إفريقيا صاحب خطاب أو صاحب وصف الأفارقة بأنهم؟ من هو الشعب أو من هي الدولة التي وصفت إفريقيا بالمستنقع؟ من هي الدولة التي تدعي أنها هربت عن باقي الدول الإفريقية بسنة ضوئية؟ شكون؟ من أنتم؟ شكون؟ تفضلوا جاوبوا. ما تتقمصوش دور الضحية. ما كاش الضحية. شوف، لا رحمة لا شفقة، لا رحمة لا شفقة. وأقسم بالله العلي العظيم ما تغيظونا ولا رانا حنأمنوا دموع التماسيح تاعكم. لا وحنايا وكيغيروا منا حيت حنايا واحدين لهم في الحق. ماك واحد في حتى براسا. انت راك واحد في الصباط. انت الان حاليا مجرد حجره في حذاء. والصلاه على النبي الحبيب. ما عندك حتى حاجه اللي غيروا منها الناس. اقسم بالله العلي العظيم واقولها بكل ود وبكل احترام. اذا راك باغي انك تنجح وتتقدم والدول العربيه تحبك، انت في الامس القريب كنتم تروجون على ان الجزائر في عزله. صح ولا ماشي صح؟ صح ولا ماشي صح؟ الجزائر في عزله. الجزائر في عز ازماتها. الجزائر يبقى شامخ الراس ومرفوع الراس، لأن تلك الازمات كانت لحظيه، والازمات كانت داخليه، والازمات اللي مرت بها الجزائر مرت بها معظم البلدان. ولكن انتم المرحله اللي راكم فيها هي ازمه التي دونها التاريخ ولن يقوم بمسحها التاريخ. اضافه الى ذلك الازمه اللي راكم فيها هي تعتبر سياسه دوله. احنا الازمه اللي مرينا بها والازمات اللي مرينا بها هي تعتبر ازمات لحظيه او مؤقته، بصح الازمه اللي راكم فيها نتوما هي ازمه منخرطه فيها الدوله المراكشيه. الناس كي تسبك الان تسبك بسبب انبطاحك مع الكيان. وانبطاحك مع الكيان شكون السبب تاعو؟ هو الملك محمد السادس. اضافه الى ذلك ما عندكش الجرأه اليوم انك تقوم بالتاشير الى اليد الى شخص محمد السادس. اليوم انت الشخص الوحيد اللي راك تمسح فيه الموس وتمسح فيه رجليك هو أخنوش. سبحانك ربي ما أعظمك وما أجلك. الإنجازات تنسب إلى الملك محمد السادس والإخفاقات تنسب إلى أخنوش. هاي علاش الناس تنظر إليكم بنظرة منحطة.
باسكو ماكمش رجال. من الاخر ما كاش الراجل فيكم. انتوما قلعتوا لسبته، سبيتوا الملك والمملكه وقطعتوا الاعلام والدراهم، كي شفتوا باللي ما فيهاش عاودتوا رجعتوا قلتوا عاش الملك. اسكو نتوما رجال واللي يتكل عليكم؟ اسكو نتوما يقدروا تتكل عليكم الامم والشعوب والبلدان؟ سؤال، اسكو نتوما اللي ما عندكمش مبادئ رحتوا لسبته في ميم 24 ساعه سبيتوا الملك وسبيتوا المملكه وقطعتوا الدرهم المراكشي، كي شفتوا بلي انه الاسباني ما قبلكش في بلادو عاود رجعك بالزرواطه، عاود وليت بشعار عاش الملك وانه حنا واكلين شاربين مهنيين وما كاش الجنه في المملكه مراكش. اسكو نتوما كل عليكم الناس؟ ما كاش. انا نعرفكم رجال كملوا فيها. 24 ساعه ما قدرتش تصبر، 24 ساعه ما قدرتش تصبر للعطش ولا الجوع. اسكو انت تقدر عليك تتكل عليك المملكه في يوم من الايام انها تدخل في حرب مع دوله غازيه؟ لنفرض انه دوله قامت بغزو مملكه مراكش، اسكو انت تتكل عليك مملكه مراكش؟ دروس كثيره ومعبره وصلتنا من حادثه سبته. اولا انه المراكشي مملوء عباره عن فقاعه، ذوك الشعارات انا يعجبوني سيرتو هذوك اللي يديروا في البروفايل تاعهم تصويره تاع الملك محمد السادس والحسن الثاني، وحسن محمد السادس كي كان بنبن وداير نواظر هكاك، والحسن الثاني زعما باللباس العسكري، ودايرين ديك الخريطه تاع الصحراء الشرقيه داخلين هكا، وحنايا وحركه الشباب الملكي وحنا والملك زعما متزمتين لحب الملك محمد السادس. تقول هذو يا ودي هذو الوطنيه تمشي لهم يتعشوا ويفطروا بالوطنيه. في اول اختبار فتحت لهم شويه بوابه هكا انفراجه شبه انفراجه للديار الاوروبيه، لا سمعوا بالملك محمد السادس ولا يحزنون. وهذو هما اللي قال لك الصحراء المغربيه وسوف نسترجع وما نشرفوش. يا اقسم بالله العلي العظيم ايها المراكشي انه ما كان قبل سبته وما سوف ياتي بعد سبته شيئان مختلفان متمايزان لا يلتقيان، وهذا الامر لا يتناطح عليه كبشا على انك انت وطنيه. نعاود نرجع لقضيه البكائيات. حنا ما يحبوناش الناس، وهذا هو موضوع اليوم. وعليكم السلام كابي. وهذا هو موضوع لنهار اليوم. ما هو سبب عزله المراكشي اليوم؟ العزله اللي تمنوها للجزائري. الجزائري عمره لا ينعزل، لأنه الجزائري الحمد والفضل والمن لله، حتى في أشد الأزمات سمعتنا طيبة الحمد لله. أنا الجزائري أو أختي الجزائرية كي تسافر لأي دولة عربية يقولوا لها مرحبا بك يا ابن المليون شهيد. باركونتر نتايا الآن لو كان تروح تسافر وشفنا فيديوهات توثق هذا، يقولوا لك كي تقول لهم انت من مملكه مراكش يقول لك كش ما عندك في جيبك؟ كاش كميه، كاش زطله شابه؟ ولا يقولوا لك اسمع كش ما تشوف لنا كاش خيط في مراكش نديروا ذاك ذمنا ملهيه عافانا الله واياكم؟ ولا يقولوا لك اذا كش ما دير لنا طريق باش نروحوا عندي واحد جارتي ولا عندي نسيبتي راهي مكسرت لي راسي، اذا كش ما نروح تحك لنا كاش تجاوبي، كش ما تعرف لنا كاش وحده ثماك تخبطنا بكاش تجاوبي صحيح. هذا هو الله غالب. هذه سمعتك، ماشي انا اللي نقول لك. سمعتك دايره كيما هكا، مخدرات، امور لا اخلاقيه في مملكه مراكش، واضافه الى ذلك السحر والشعوذه. انا اللي درتها لك، ماشي انا، التاريخ هو اللي يقول كيما هكا. ودوكا زيد لها الحرقه والزومبي. الشيء اللي درتو في سبته فضيحه عالميه مدويه وبقلاقل. الشيء اللي درتو في سبته فضيحه عالميه مدويه وبقلاقل. لذلك اليوم انا انصحك نصيحه جار هي انك تدخل بيت الطاعه. والله العلي العظيم شوف الدور تطلع الدور راهو جاي نهار، وسجلوها الاخوه الجزائريين، راهو جاي نهار وين تجي عندي وتقول لي يا ودي داروها بينا لي ريزو سوسيو، يا ودي كانت فتره، يا ودي الله غالب ودارها بليس وعملها بليس والله غالب ومانيش عارف واش، وحنايا وفي النهايه احنا مجرد والله غير دي. شوف نعطيك دليل اخر بما انه النقاش بيني وبينك. شوف الجزائر بغض على ان بعض الامور التي تروج على الجزائر حاليا، الجزائر حتى اعدائها
حتى ألد أعدائها يعرفوا بلي أن الجزائر مواقفها ثابتة فيما يخص القضايا الأممية. أنا كجزائري هناك بعض الأمور التي عابت الجزائر أو شابت الجزائر في أوقات ما، من الناحية الاقتصادية، من ناحية بعض الأمور كاع الجزائر عارفينها، بصح فيما يخص سياستنا مع دول العالم أنا أفتخر كي نسمع بلي أن الجزائر بالتعاون مع جنوب إفريقيا منعت إسرائيل من الدخول إلى الاتحاد الإفريقي كعضو ملاحظ. بصح هذيك بالروج رؤوف، لازم هذيك بالروج. أنا كجزائري أفتخر بذلك. هاي علاش اليوم نتايا راهم راكبين عليك العالم، الدول العربية والعالم راهم راكبين عليك باسكو نتا مواقفك مخزية. كارطوني رؤوف واه. ومن بعد يقول لك انا اللي تحيرني، يقول لك جميع الدول العربيه مطبعه، علاش تشوفوا غير المغرب؟ علاش تنتقدوا غير المغرب؟ باسكو نتوما التطبيع تاعكم ماشي اللي راكم دايرينه مع الكيان ما درتو حتى دوله عربيه. حتى الامارات التي تعتبر راس الحربه في التطبيع والتي تقوم بجر الدول العربيه الى التطبيع ماش داير الشيء اللي راكم دايرينه. هل قامت الامارات بتدريب الجنود الاماراتيين على حرب الانفاق؟ بالله عليكم سؤال، هل دربت الامارات الجنود تاعها على حرب الانفاق؟ ما هي الفائدة من تدريب المراكشي الجندي المراكشي على حرب الأنفاق؟ الكل يعرف على أن التحديات الوحيدة لمملكة مراكش هي مع الجمهورية العربية الصحراوية. والجمهورية العربية الصحراوية بان بلي أن أرض المعركة هي عبارة عن أراضي مفتوحة، والإخوة في الجمهورية العربية الصحراوية لا يتخذون الأنفاق كاستراتيجية للحرب على مملكة مراكش، وإنما الأراضي مفتوحة، المواجهة مباشرة، ما عندوش كاع معك. ما الذي يدفع بمملكة مراكش على تدريب جنودها على الأنفاق؟ السؤال واضح. الإجابة اللي جات عليه مباشرة بعد إعلان دونالد ترامب على تأسيس مجلس السلام. مجلس المليار انخرطت مملكة مراكش. أول دولة عربية التي تقوم بتقديم خدمات هي مملكة مراكش، ومن ثم مباشرة نسمع على أن مملكة مراكش تقوم بإرسال جنودها إلى الكيان. يتسمى هنا نعاودوا نرجعوا نقوم باسترجاع الأحداث. ما الذي كان يقوم به الجندي المراكشي؟ الجندي المراكشي كان يتم تجهيزه من أجل محاربة. شكون اللي يقوم؟ من يستغل الأنفاق كاستراتيجية في معركته ضد الكيان؟ وشكون اللي يدربوه من الجنود العرب يدربوا على الأنفاق؟ هما المراكشيين. هيا علاش راهو نابذك العالم راهو نابذك ماشي باسكو غير منك، وإن بسبب مواقف الحكومة، بسبب مواقف الدولة تاعك. وما تحصرهاش في أخنوش، المالك الطحان الرخيص هو اللي وصلك. كونوا رجال مرة في حياتكم، ما تهضرش على أخنوش. نعطيك واحد الحاجة نعاونك بها، بالك ربما تتكاكا. أخنوش من فائدة الملك وجود أخنوش، يا الأمي يا الغبي. عمي ماشي تحياتي ليك. من فائدة أخنوش، ما من فائدة الملك، من فائدة الملك تواجد أخنوش. الملك ماذا به يكون أخنوش؟ علاش؟ لأنه لا توجد هناك سهام توجه من غير أخنوش. لو كان ما كاش أخنوش السهام توجه للملك محمد السادس. أخنوش أفضل بروفايل لكي يتم توجيه سهام الانتقاد ليه. باسكو بوجود أخنوش يقولوا بلي أن الحكومة هذا الإنسان فاشل. يوجد إنسان فاشل، يوجد إنسان لا يستمع إلى انشغالات المواطنين، يوجد إنسان يتحكم في حكومة ولكن لا يقوم بهدفه. بصح لو كان يجيبوا إنسان اللي يخدم واللي يقوم بأعماله، يتم مباشرة سوف يتم الاستغناء عن الملك، ويبدا يقولوا الملك خلاص بون، يتوجه المواطن يتوجه مباشرة للإنسان هذاك خدام. لذلك وجود أخنوش يا الأمي يا المنبطح يا الغبي. الأخنوش وجوده وانتقادك أنت الأخنوش يخدم الملك. مهدي طلب وما فهمتش انايا. ايوا سيدي صاحبي افتح زبون، افتح